عليكم، أهلا وسهلا فيكم في قناتنا فلاورز لين أند لين. طبعا الفيديو راح يكون عن تحدي الصفات بيني أنا وأحمد. الفيديو اليوم راح يكون عن الصفات الإيجابية والصفات السلبية. خليكم معي عشان نحكيهم مع أحمد. خلينا نستقبله. مرحبا أحمد، وأهلا وسهلا فيك يا أحمد في قناتنا. واهلا وسهلا فيك يا لين، واهلا وسهلا في المتابعين. طبعا اللي بيعرفش أحمد إله قناة هنحط لكم رابطها تحت بصندوق الوصف، تابعوها قناة واشتركوا فيها. اليوم راح يكون عن الصفات الإيجابية والسلبية. طبعا خلينا مع أحمد يقول لنا شوية صفات سلبية وإيجابية. وطبعا الصفات الإيجابية هم صفات مهمات في حياتنا لازم نتبعهم، وأي حاجة إيجابية نتبعها. والصفات زي مثل الإخلاص والصدق والأمانة. والصفات السلبية هم صفات ما نتبعها بحياتنا لأنها راح تشكلنا خطأ، مثل الكذب والنميمة والغيبة والسرقة. فتفضل يا لين. زي ما انتم شايفين هاي عنا علبة فيها 6 صفات. حنعمل حجر ونقص، حنشوف مين حيبدأ يحكي الصفر. نبدأ حجر ونقص وحنشوف مين حيبدأ أول، أنا ولا أحمد؟ حجر ونقص. طبعا أنا كسبت فراح أبدأ أول. طبعا الصفة اللي طلعت لي صفة مو إيجابية، صفة سلبية، هي السرقة. طبعا راح أشرح لكم عليها وراح أعطيكم مثال عليها. السرقة هي عملية الاستيلاء على ممتلكات الآخرين وسرقة ما يخص الآخرين بغير وجه حق وبالقوة أو دون علم الآخرين، حيث نهانا الرسول عن السرقة وقال السرقة تقطع يده. وهلقيت راح أقول لكم مثال عن السرقة. السرقة إنك تاخد شغلة مش إلك وما ترجعهاش لصاحبها وما تقولهوش إني بدي أخد هاي وبدي أخد هاي مثلا، بدي أخد هاي. هيك السرقة. والسرقة يعني لما تكون في الصف وصاحبك طلع مثلا راح على الحمام، رحت أنا فتشت في شنطته وقلت هذا معه مسطرة حلوة وأقلام والوان، رحت سرقتهم. وتاني يوم سألني صاحبي قال لي شفت الألوان والمسطرة وهذا الشغلات؟ قلت له لا، يعني هيك السرقة. فخليكم علي. الإخلاص طلعت لي صفة إيجابية. عندما يقوم الإنسان بعمله عليه أكمل وجه وعليه أحسن حال يقال عن صاحب العمل مخلص. طبعا لأنك تقدر تحكي مثال، فأنا اللي بحكي مثال. زي ما قالت لين، هي الإخلاص، صفة الإخلاص إيجابية لازم نتبعها في حياتنا لأنها ما راح تشكلنا خطأ. الإخلاص هو مثلا نقول هذا الطبيب مخلص، هذا المعلم مخلص، هذا الجندي مخلص. راح أشرح لكم عن الطبيب، إنك تقول عن الطبيب هذا الطبيب مخلص، لأن الأطباء في فلسطين صاروا يشتغلوا على مرض كورونا، في منهم ماتوا، في منهم أصيبوا، وقاعدين بعرضوا حياتهم للخطر عشان ينقذوا الناس. فالله يشفينا ويشفيكم من مرض كورونا، ويحمينا ويحميكم من مرض كورونا. وإن شاء الله ضيع ربنا والأطباء فلسطين إن شاء الله راح نقضي مرض كورونا. فراح أختار أنا. طبعا طلعت لي النميمة والغيبة، هي صفة سلبية ولازم ما نتبعها. هي عملية ذكر الناس والحديث عنهم في حالة عدم وجودهم أو في حالة غيابهم بكلام سيء، فهذه الصفة مرفوضة وغير مقبولة، لأن فيه إساءة للآخرين، حيث شبه الله الإنسان الذي
يغتاب الناس بالإنسان الذي يأكل لحم أخيه الميت. النميمة طبعا راح أعطيكم مثال عليه. المثال إنه مثلا إحنا في الصف وقاعدين بنتحدث عن الأستاذ مثلا العربي الرياضيات العلوم، قلنا هذا الأستاذ جبار وكاذب وصارخ وبضرب الطلاب وهيك وهاي الشغلات أخليكم عليها. شفتوا اخترت صفتين سلبيات هن السرقة والنميمة والغيبة، والآن اخترت صفة واحدة إيجابية هي الإخلاص. فتفضل يعني. الكذب صفة سلبية، هو كلام يخالف أو عكس الواقع، يقوم الشخص بنية خداع الآخر وتنقل معلومات مزيفة وغير صحيحة بين الناس. الكذب هي صفة سلبية مو لازم نتبعها زي ما حكيت لكم الأيام. راح أحكي لكم مثال عن الكذب. الكذب هي صفة محرمة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يكذب، والكذب بيودي الفجور والفجور بيودي النار، يعني آخرية الكذب النار. لكن نقدر نستعمل الكذب في حالة واحدة، يعني مثلا في الخير إنه نصلح اتنين متخاصمين وكذبة نسان وكذبة بيضة، هاي الكلمات حرام ممنوع نقولها. فراح أختار الورقة الثالثة والأخيرة إلي عشان أشرحهم. وطبعا الصفة اللي طلعت لي هي الصدق، صفة إيجابية، راح أشرح لكم عنها. بسم الله. هي صفة تصفى بها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حينما كان يرعى الأغنام ويعمل في التجارة، واتصفى بها أبي بكر رضي الله عنه حينما كان يلقب بأبي بكر الصديق، وكان يلقب بالرسول بالصدق الأمين. وطبعا صفة الصدق راح أعطيكم عليها مثال. الصدق هو إنك ما تغش الناس، ما تغشش في البيع، ما تغشش في الميزان، ما تكذبش عليهم. مثلا تقول هذا مش منيح تروحش عنده، وهذا صراخ ما تروحش عنده، مثلا زي هيك. فخليكم عليان عشان تختار الصفة الثالثة والأخيرة حق بتاعتها. صفة إيجابية هي صفة الأمانة. طبعا هلا حأحكيكم عنها. هي أداء الحقوق والمحافظة عليها، فهذه الصفة المطلوبة في بيع وشراء. قال الرسول التاجر الأمين من أهل الجنة. وطبعا راح أحكي لكم مثال عن الأمانة. الأمانة هي إنك ما تاكلش حقوق الناس وتاخدهاش وتبيع وما تغشهمش. حتى الله قال للجبال تحمل الأمانة ما قدرتش، فالله خلق الإنسان عشان يحمل الأمانة، فكان عنيد الإنسان. وطبعا الجبال ما قدرت تحمل الأمانة لأنها ثقيلة، والإنسان رضي إنه يحمل الأمانة لكن كان شقي فرضي. فكان الأمانة هاي مهمة وعزيزة في حياتنا وكنز من كنوز الجنة. والصادقين والأنبياء والرسل والصادقين كانوا يتبعوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهيك بكون وصلنا لنهاية اليوم، وخلينا نكمل معكم. بكم عليان لنا ما حكى طول الفيديو. نشكر أحمد عشان شاركنا في الفيديو اليوم. وطبعا اليوم التحدي كان بين أنا وياه تحدي الصفات الإيجابية والصفات السلبية. طبعا الصفات الإيجابية لازم تتبعوها بحياتكم، أما الصفات السلبية بتصير معاكم خطر أو أشياء هيك متتبعوهاش بحياتكم. بس تتبعوا الصفات الإيجابية وما تتبعوش الصفات السلبية. والصفات الإيجابية هي الأمان والصدق والإخلاص، والصفات السلبية هي الكذب والسرقة والغيبة والنميمة. يا أحمد كلمة قبل ما ننهي الفيديو. طبعا حابب أوجه إنه نشكر كل أطباء فلسطين لأنهم في هذه الأزمة قاعدين بيشتغلوا وبيعملوا شغلات منيحة
في منهم بيضحوا بأنفسهم بس عشان ينقذوا مرضى، في منهم بيصابوا في كورونا، وإن شاء الله يحمي أهل فلسطين ونقضي فيروس كورونا هذا الخطير، ويشفى كل واحد بيكون مع فيروس كورونا. خلينا مع العيال. طبعا لا تنسوا تتابعوا قناتي أحمد سيد الحرزين، راح أحط لكم رابطها تحت في صندوق الوصف، وإن شاء الله تتفاعلوا فيها وتشتركوا فيها حتى نوصل 1000 مشترك. خليكم مع العيال. واشتركوا في قناتنا وفي قناة أحمد ودعموها باللايكات. لا تنسوا قبل ما نخلص ننهي الفيديو لا تنسوا تحطوا لايكات للقناتين. وهيك بنكون خلص فيديو اليوم. إذا عجبكم حطوا لايك، وإذا ما عجبكم مش حطوا ديسلايك. بس باي.